ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنحول الاندومي العادي لاندومي كوري، حاجه كده جامده طحن. يعني بصوا، بطريقه سهله قوي قوي هتلاقي معاكي طبق الاندومي الجامد الخطير ده، اللذيذ يعني لكل عشاق الاندومي، لكل الناس اللي بتحب الاندومي. تعمليه بطريقه سهله وجديده ومبتكره. يلا نشوف طريقتي. هنحط هنا كده في طاسه على النار، نحط فيها شويه زيت، تخليهم يسخنوا كويس. وبعد كده هتحطي شوية توم، الأول شطة، عشان طبعا هحول اندومي كوري فلازم بقى الزيت بالشطة. هو ده اللي بيبقى في كيس يا جماعة، يعني شوية زيت وشطة هو ده اللي بيغير طعم الاندومي، يخلي اندومي كوري. هنعمل النهاردة بطريقة كورية حلوة قوي. هنحط التوم متحمر يدوبك بس يطلع ريحته كده مع الشطة. واو، مش قادر اقول لكم الريحه عامله ازاي، حاجه كده تحفه. هننزل بقى كده بالصلصه، معلقتين صلصه كده كبار. كوني مجهزه ميه بتغلي على النار او في كاتل، تنزلي بالميه بقى كده على المقادير اللي احنا حطيناها دي، اللي هو الزيت والثوم والصلصه بالشكل ده. حطينا كده الميه، بصوا فوران فظيع. خلي بالك لو حواليك اطفال لا لازم يخرجوا برا. ننزل بقى هنا كده بالكيسين الاندومي بتاعنا. بصوا، هتحطيهم وتسيبيهم شوية، لو حابة تغطيهم غطيهم، تسيبهم بقى كده يدوبك. ما بياخدش 5 دقايق، يعني هو ما كملش 5 دقايق اصلا، يدوبك كده بيفك. تنزلي بس فك خالص بسرعة جدا. ننزل بقى ببهارات الاندومي. واو، جميلة جدا. اندومي اللذيذ ده ادمان يا جماعة. مهما بقى يقولولك الاندومي خطير، الاندومي صعب، الاندومي بيبقى فيه حاجات، الاندومي بيضر، الاندومي يا جماعة ادمان بجد. شوية بقى فلفل اسمر على شوية ملح، على حبة توابل كده سبايسي كده، توابل سجق حبيت احطها كده تخلي طعمه جامد جدا. يبقى كده ميكس كده بين الاندومي الخضار واندومي السجق. كده خلاص استوى ومخدش مننا اي وقت ولا اي جهد. وجبة جوع اخر الليل، جوع بين الوجبات، اي حاجة. بصي لذيذ جدا، رهيب. ملك ابني بقى منشكح ومعجب ولايك لايك. اللي لسه معملش لايك يا جماعة، لايك واشتراك يساعدني منكم. تسلم ايديكم مقدما على اللايك والاشتراك. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وفيديوهاتي عجبتكم السابقة واللاحقة بإذن الله تعجبكم. حاولوا تخشوا كده على الفيديوهات القديمة تعجبكم جدا، حاجات كتير مبتكرة. واشوفكم على خير.